في حواديت بتتنسي وحواديت بنفضل نحكيها علشان نفهم احنا جينا منين ورايحين على فين. بعد ما عرفنا قصة مينا وتوحيد القطرين، وبعد ما مشينا مع ملوك الأسرة الأولى، النهاردة هنكمل وهنفتح باب جديد في تاريخ مصر اسمه الأسرة التانية. وبعد وفاة قاع آخر ملوك الأسرة الأولى، البلد دخلت في حالة غريبة، لا فيها اسم ملك واضح ولا انتقال شرعي للحكم. وسط السكون ده طلع اسم حتب سخماي، والاسم مش مجرد لقب، ده رسالة. حتب يعني سلام، وسخماي يعني القوتين. قوتين؟ أيوة، حورس وست، الخير والشر. وده معناه إن البلد كانت ماشية على حد السيف. والأول مرة العقيدة بقت ساحة صراع سياسي. الناس بدأت تنقسم، فيه اللي بيؤمن بحورس رمز الشرعية، وفيه اللي بدأ يرفع ست رمز القوة والسيطرة. وده ظهر بوضوح في عهد الملك بير إبسن. الملك ده شطب اسم حورس من ألقابه وكتب مكانه رمز ست، وده معناه إعلان حرب دينية على كل التقاليد الحكم اللي قبل كده. مصر اتقسمت فعلا، جزء جنوبي مع بير إبسن وست، وجزء شمالي لسه متمسك بحورس، وكأننا بنعيش حرب أهلية صامتة، حرب بين رمز الشرعية ورمز القوة، والبلد على وشك الانفجار. لكن التاريخ بيحب اللي يرجع التوازن، وظهر ملك جديد اسمه خعسخماي. اسمه لوحده لغز، القوتين ظهرتا بقوة. الراجل دخل معركة حقيقية، وواحدة من النقوش بتقول انه قتل 47 ألف متمرد. وده مش رقم بس، ده حجم الانفجار اللي حصل قبل ما الدنيا تهدى. بعد الحرب بدأ البناء الحقيقي، ظهرت ملامح الدولة بجد، إدارات، كتبة، أختام، تنظيم للمحاجر في سيناء، والبلد خدت نفسها استعدادا لعصر هيبقى من أعظم العصور، الدولة القديمة. الأسرة التانية مش بس صفحة في كتاب التاريخ، دي كانت اختبار حقيقي لمستقبل مصر. هل هتستسلم للصراعات ولا هتخلق نظام جديد من قلب الفوضى؟ واللي حصل إن مصر رجعت وأقوى من الأول. وسؤالنا ليكم، تفتكروا لو ما كانش خعسخموي ظهر كان مصير مصر هيبقى إيه؟